إذا أريد نرجع بهذا الموضوع بقضية حقل الدرة، أنتم استدعيتوا الجانب السعودي والجانب الإيراني وما استدعيتوا العراق. مش صحيح. احنا الجانب السعودي لا نستدعيه. الجانب السعودي شريك في حقل الدرة. أما الجانب الإيراني فهو الحقيقة على مسافات بعيدة، ويدعي أن له يعني نسبة من هذا الحقل، ولكن لا الكويت ولا السعودية حتى هذه اللحظة أقرت له بأي شيء. ربما نتفاوض معه من جانب يعني تجنب التصعيد والإشكاليات والإعاقات، لأنه تعرف أيضا إيران ممكن أن تقوم بعمل يعيق هذه الأعمال. طيب. ولكن حقل الدرة باتجاه المياه إذا رحنا ب 12 ميل أو 20 ميل يكون أكو حصة للعراق به؟ كيف؟ إذا رحنا ب 12 ميل أو 20 ميل من الحدود المتآخمة باتجاه حقل الدرة، العراق ما راح يكون جزء له بحقل الدرة؟ هذه تسأل فيها الفنيين. أنا أقول لك إذا قلت هذا، هل للكويت الحق بأنها تذهب بعد 20 ميل و30 و300 قالوا إلى مسافات أخرى في الجانب العراقي؟ يعني هذه الأمور الحقيقة ينبغي أن يكون فيها حكمة وتأني وابتعاد عن الإثارات، وخاصة أنه الحمد لله العراق مو محتاج نفط، عنده خير من الله كثير، محتاج إلى تنمية